اما ناخد حقنا بالكامل واما ناخده في الشارع. الثوره قادره على حمايه، الثوره قادره على حمايه اهدافها، الثوره قادره على حمايه دم الشهداء، الثوره قادره على تامين المجني عليهم، الثوره قادره على القصاص من الشرطه، واللي كسرهم اول مره قادر يكسرهم ثانيه وثالثه ورابعه وعشره. هو حقنا، ده اعلان دستوري صادر ينظم شؤون حياتنا. احنا بنطالب بحقنا لا اكثر ولا اقل. طيب معنى كده يا استاذ صبحي، بس قبل ما انتقل، معنى كده انه التيار الاسلامي الذي كان هدد بالثوره الثانيه وبالنزول يوم الجمعه الى الشارع وبالنزول للتاكيد على او للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطه الى المدنيين، معنى كده ان الاخوان مش هينزلوا؟ السيد او النائب صبحي صالح كرم الله وجهه، فطلع علينا انفعل واحده من انفعالاته في مؤتمر جماهيري، فقال المجلس العسكري دول كفار مكة. أن ترشيح خيرت الشاطر ربما أضاف مشكلة جديدة، هي شعور هؤلاء المنسحبين بأن هناك رغبة في الاحتكار ورغبة في السيطرة من قبل حزب الكرامة. ورد عليه الأستاذ حسين قال له ده نوع لا علاقة له بالديمقراطية. أنا هترشح، أنت مالك؟ أنا صبحي صالح هترشح رئيس جمهورية، أنت مالك؟ أنت مالك؟ تقولي لا ما تترشحش، أنت مالك؟ انت عايز تترشح، انا اروح امنعك ليه واتفج عليك واقابلك على الطريق؟ حاجه عجيبه جدا. اليست الديمقراطيه هي القبول بالراي الاخر؟ اليست الديمقراطيه هي الاحتكام الى الاراده الشعبيه؟ اليست الديمقراطيه هي القبول بنتائج الانتخابات؟ ايضا يتساءل لك من الاخر، بكره او بعد بكره ان شاء الله لما تلاقي عمر سليمان بترشح تعرف احنا رشحنا خيرت ليه. لابد من استكمال مسيرة الثورة، لابد من استئصال النظام الفاسد، لابد من استكمال مسيرة الإصلاح، لابد من تطهير الدولة من الفلوس. مش يعني ليه؟ لا هي دي مش وثيقة. هو مقابلة بايدن ومقابلة السفيرة الأمريكية وعدة اجتماعات، هي دي مش وثيقة. طيب خلينا نسمع رده هو. أما عن شواهد الحال، اشمعنى بايدن ما قابلش الأستاذ؟ ما هوش عايز يقابله. وعاوز يقابلك أنت ليه؟ عشان أنا مهم. لا بقى كده معلش، كده بقى كده معلش، أنت مش فاهم الموضوع. ثواني بقى أنا هتكلم بقى. بتحب دي ده. انا مش فاهم ايه الازمه يعني، لماذا هذا يعني انا اقبل باي حاجه ما عدا كلمه الدين وكلمه الشريعه وكلمه الاخوان، يعني هل هي ميزه ولا هي عيب؟ اذا كان ربنا بيقول ومن لا ما هو حضراتكم هتردوا. طب خلوه يكمل ثانيه واحده، خلوه يكمل. اخوان المسلمين قال لهم انا مسلم لا عيب ومش منتمي لجماعه الاخوان المسلمين. اما حضرتك تقولني على لساني كلام ما قلتوش وتقول الدين والاسلام، اقول لك اسف، انا بقول المتاجره بالدين واستخدام الاسلام. يا استاذ امير خليه يكمل، بس خليه يكمل، وحضرتك واستاذ عمرو هيكمل. طيب ماشي. قاعدين في التلفزيون وفي ناس بتشوف في راي عن معلش ما تقولش. لا مش خناقه، لا يا استاذ انت اللي بتتكلم كده. يا جماعه من فضلكم يا استاذ امير خليه يكمل كلامه، وانا اوعدك هديلك الوقت ان انت ترد عليه. يا استاذ امير. يا استاذ يا حبيبي يا حبيبي. اتفضل يا باشا. اتفضل. مين قال ان الاخوان بتحتكر الدين؟ مين اللي قال؟ في حد في الاخوان او في العالم قال ان الاخوان بتحتكر الدين؟ ولا انا فصيل بسعى الى حمايه ديني؟ بقول لك المتاجره بالدين، المتاجره بالدين صاحب الدين موافق، انت زعلان ليه؟ صاحب الدين موافق؟ قصدك الشعب يعني؟ مين صاحب الدين؟ ربنا. ايه ده؟ الدستور يقول الشرطة في خدمة الشعب، فإذا كانت الشرطة تتأسف أن تكون في خدمة الشعب فلترحل السيادة للشعب. نحن الشعب نتحدث بلسانه، نحن نراد الشعب، نحن إرادة الشعب. إرادة الشعب لا تموت ولن تخضع لإرادة
ولم تخضع لوصايا. لا وصايا لاحد علينا، لا وصايا لاحد علينا. يلا ننصر اهل الحق، يلا ننصر اهل الحق، يلا ننصر اهل الحق. لن نسمح لهم ان يتحكموا فينا ابدا. مهما كانت التضحيات سنتحمل، مهما كانت التضحيات سنقدم. سنبذل الارواح، سنبذل الدماء، سنبذل الغالي والثمين في سبيل الله قلنا، في سبيل الله قلنا، في سبيل الله قلنا، في سبيل الله قلنا. التحيات لله. لغة الدم، السياق اللي قاله اولا، اللي قال سنقدم شهداء، ده في الاسكندريه عندك. ده كنت انا وهو. ما هو الكلام كله هيطلع في الاخر الصبح، او حد الصبح واقف جنبه. هي قصه يعني. انا هحاول انت وشوشت الصبح قلت له لا، كنت انا لسه مخلص. يا اما الحل الثاني اقول انا مش قد المواجهه وانا ما صدقت نجحت واستقيل. استقيل من الجمعيه التاسيسيه، واستقيل من مجلس الشورى، واستقيل من مجلس الشعب، وارجع الدوله للصفر، واسلمها للعسكر على طبق من الذهب، واسلمها للعسكر على طبق من الذهب. ايه اللي دخله ده؟ هو مش بيه خلاص. مرشح ده صوره مرشح. ليه يدخل؟ ليه؟ صوروه يطلع بقى. لا صوره، حد يصوره والله، حد يصوره. لا صوره. ايه اللي يدخله؟ 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 اتفضل اطلع بره. اطلع بره. ايه ده؟ محامي جنائي كويس. صبحي صالح محامي على قد حاله. ما اعرفش ازاي دخل اللجنه الثانيه بتاعه تعديل الدستور. من ادخله؟ ما اعرفش والله، انا مش عارف. صبحي صالح ينتقد القوى الاسلاميه التي تنافس الاخوان. عنك انت طلع دي يا استاذ حضر. ده اللي ناقطني في الخبر ده. اذا كان هم الاسلاميين بيعملوا في بعض كده، امال هيعملوا فينا ايه؟ يعني اذا كان السلفيين والاخوان اللي هم بقى ظاهره الزهره بيكفروا بعض وبيقولوا ان انت يعني في حد من الاخوان بيقول لحد من السلفيين ما تفهمش في الاسلام، وحد من السلفيين بيقول لاخوان لا انتوا تفسيركم الاسلام غلط.